تعرف مين هو حارس القرن الافريقي؟ يعني انت دايما تعرف ان الاهلي والزمالك كان في مشاكل ما بينهم على مين نادي القرن الحقيقي. مين بقى حارس مرمى القرن الافريقي؟ طب هسهلها عليه، هو لعب في مصر، ومش كده وبس، بلده منتخبها هو منتخب القرن الافريقي. ايه ده؟ هي مش مصر يا معلم؟ لا يا كبير، هي مش مصر، هي الكاميرون للاسف، ودي قصه ثانيه هحكي لك عليها بعدين. بيل أنطوان من اعظم الحراس الحقيقه اللي الواحد شافهم في حياته، لكن كنت بروح نادي المقاولين اتفرج عليه على التمرين وانا حارس مرمى في المنتخب الوطني، وكنت بقول له انا عايز اقعد اتكلم معاك. كان عنده بقى ايه جول كيبر انطوان بيل. انطوان بيل ده كان بيتحدى المهاجمين كلهم في الدوري المصري، لو راجل جيب جول. المقاولين كان فرقه جامده، خدوا بطوله افريقيا. خدوا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. جوزيف أنطوان بيل بدايته كانت في الكاميرون عادي، مرورا بالساحل العاج في فريق هناك، وبعد كده راح نادي المقاولين العرب في الثمانينات في ازهى عصور الفريق ده في الدوري المصري. جه هنا في مصر من 83 ل 85، وزي ما بقول لك كده الراجل بدع. يكفي ان اقول لك في اول موسم ليه مع المقاولين العرب ما دخلش في مرماه طول الموسم غير 7 جوان بس. قصدك في الدوري صح؟ لا يا وحش، في الموسم كله، يعني دوري وكاس كؤوس افريقيه كمان. ودي نفس السنه اللي المقاولين العرب اخد فيها الدوري الوحيد والاخير في حياته. خد المفاجاه دي بقى من اخوه، كسب الاهلي رايح جاي، لدرجه ان الكابتن علاء ميهوب قال ان احنا كنا بنلاعب الراجل ده لوحده حرفيا. ومش كده وبس، كسب مع المقاولين العرب تاني بطوله قاريه في تاريخ النادي ده، وهي كاس الكؤوس الافريقيه، بعد ما كان كسبها السنه اللي قبليها. يسيب المقاولين ويطلع على الساحل العاج مع منتخب بلده في كاس الامم الافريقيه سنه 84، وما يلعبش اول ماتشين، لكن يلعب من الماتش الثالث ويبدع، بل انه كمان وصل بلده لنص نهائي افريقيا. وهنا يا ابو الصحاب تحصل المعجزه، الراجل الطيب يتالق ويوصل منتخبه لغايه ركلات الترجيح، ويجي في الركله الحاسمه وهو اللي يسددها ويسجلها بنفسه، ويوصل كمان بمنتخب بلده للنهائي قدام نيجيريا، ويكسبوا كمان نيجيريا وياخدوا الكاس لاول مره في تاريخ بلده. لكن خلي بالك القصه مش وردي قوي كده، يعني هتلاقي جوانب سودة في الموضوع. واضح ان احنا فقرنا على الراجل. في الموسم اللي بعده يروح مع منتخب بلده للولايات المتحده الامريكيه عشان يلعب الاولمبياد هناك. الكلام ده كان في اواخر الدوري المصري، وبسبب كده المقاولين اتهز ووقع وبقى مركز خامس، لكنه يرجع للمقاولين ويوصل كمان المقاولين لنص نهائي كاس الكؤوس الافريقيه للثالث مره على التوالي، وهنا يصطدم بالاهلي اللي برضه كان مكسر الدنيا في نفس البطوله، 1-1 في مباراه العوده و0-0 في مباراه الذهاب. وبسبب النتيجه دي المقاولين يودع البطوله بسبب الجول اللي جابه الكابتن الخطيب في أنطوان بيل، جول تاريخي لانه قضى على احلام المقاولين انه يكسب ثالث بطوله قاريه وعلى التوالي كمان. ولكن بعد كده تيجي الانباء السيئه للاسف، ان الاتحاد المصري لكره القدم منع تماما وجود الحراس الاجانب في الدوري المصري. السبب هو رفع كفاءه الحارس المصري، ده اللي مكتوب، انا ما اعرفش حاجه ثانيه، عشان جوزيف يسيب مصر ويسيب المقاولين العرب ويروح على اوروبا، تحديدا على فرنسا. يروح بقى نادي زي مارسيليا، نادي زي سانت اتيان اللي فيه مصطفى محمد دلوقتي، وتولون وبوردون. رحله عظيمه لحارس عظيم. وهنا بقى تنتهي القصه. مش هوصيك بقى على الفولو والاشتراك واللايك، شوف انت فين وهتعمل ايه. سلام.